السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حطي معجون الأسنان على الموز وهتبهرك النتيجة. وإيه قالوا لي الفوازير دي؟ والله ما فوازير، خليكي معايا يا ست البنات لآخر الفيديو وهيعجبك جدًا جدًا إن شاء الله. ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وكلمة حلوة كده منِّك لأختِك حبيبتِك تشجعني فيه. يالّا بينا. أول حاجة معجون الأسنان ليه فوايد كتير جدًا، جدًا، غير ما بنغسل بيه أسناننا له 60.000 فايدة. أنا هاقول لكم النهارده على 3 فوايد منه بس أو 3 حاجات منه بس سهلة جدًا. أول حاجة الناس اللي بتشتكي من الصراصير في الصيف، حضرتِك نُص معلقة من معجون الأسنان عليها نُص معلقة من بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربوناتو، على كوباية من الحليب هتقلبيهم على بعضهم، وبعد كده هتحطيه في مكان الصراصير إن شاء الله هيقضي عليه تمامًا وجربيه. الطريقة التانية أو إن إحنا نستعمل معجون الأسنان في حاجة تانية، عارفين حضراتكم الكاوتش بتاع التلاجة، بتاع باب التلاجة لمّا بيتوسخ مننا وبنيجي نمسحه طبعًا بالفوطة مش بينضف كويس، هتنضفيه إزاي؟ بفرشة معجون قديمة وهتبدئي تحطي عليها قطعة من معجون الأسنان وتدعكيها وتسيبيها شوية وبعد كده بفوطة مبلولة مَيّة وتمسحي معجون الأسنان هيطلّع كل الصمار اللي في الكاوتش بتاع التلاجة وكمان الحاجات الترسبات والأتربة وكل حاجة فيه، يبقى معاكِ منوّر زي الفل. تعالوا بقى نشوف فكرة الفيديو النهارده إزاي تحطّي معجون الأسنان على الموز وهيعمل معاكِ إيه. يالّا بينا. نُص معلقة من معجون الأسنان، نُص معلقة كبيرة من كريم مرطّب، موزاية تكون عند حضرتِك يعني موجودة حتى لو مستوية مش هيحصل أي حاجة كويسة برضه، معلقة من السكر، هتخلطي كل الحاجات دي على بعض هنعمل بيهم إيه، ده ماسك رهيب جدًا ومقشّر حلو جدًا للأماكن الغامقة اللي في جسمِك أو أي عروسة مُقبلة على الزواج وقلقانة جدًا من موضوع الأماكن الغامقة في جسمها، تقدر تعمل الخلطة دي وتحطها على جسمها نُص ساعة، بعد كده تغسلها بمَيّة دافية وترطّبها بمرطب إن شاء الله كل السمار اللي موجود هيتشال مرّة في التانية إن شاء الله، اعملي الماسك ده مرّتين في الأسبوع وإن شاء الله هتدعي لي. حُطّي معجون الأسنان على الموز وجرّبي. دعوة حلوة من قلبِك لأختِك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة. باي، باي.